أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في جلسة أدبية مع شاعر كبير من شعراء المملكة العربية السعودية الذين أثروا الساحة العربية بأدبهم وشعرهم وكلمتهم الرصينة. أستاذنا وضيفنا لهذا اليوم هو الشاعر السعودي الكبير عبد الله جبر. نرحب بك شاعرنا العزيز. حياكم الله. نود في البداية أن تحدثنا عن النشأة والطفولة بعيدا عن الشاعر عبد الله جبر. نريد أن نتعرف على الطفل عبد الله جبر. نشأت في حياة قاسية، لعلني صورتها أكمل تصوير في قصيدتي العمر التافه الموجودة في ديوان الثرى والثريا، التي بدأتها بقولي: لم يكن عمرا ولكن كان قبرا، كان أحزانا وقهرا، كان تحقيرا وذعرا، كان شيئا لا يسمى، كان ليلا مذلهما، كانت حياة صعبة للغاية، ولكني الحمد لا الحمد نشأت شديد المراس، لا أبالي بالصعاب. كان دائما أبي يخاطبني ويقول: خليك ذيب، خليك ذيب، ولم أخيب أمله، وقد أصبحت ذئبا. ولي قصيدة بعنوان الذئب الخليع.